السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي. نتمنى يا رب الجميع يكون بخير وعلى خير. بالنسبة للناس اللي كتزورني لأول مرة كنتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش دائما يوصل لكم الجديد ديالي. واليوم غادي نقدم معكم بيتزا فواكه البحر، كتجي بنينة 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 بزاف. نتمنى تجربوها يا ربي ونال اعجابكم. وانا بالنسبه لي ما كنظنش واقيلا كاين شي حد ما كتعجبوش البيتزا. المهم ندوزو لطريقه التحضير. بسم الله على بركة الله. سوف نبدأ. بالنسبة للبيتزا ديالنا اليوم، هنايا كيف كتلاحظوا عجنت العجينة وخليتها ترتاح. العجينة سبق لي وحضرتها معكم، غادي نخليها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. بالنسبة للمكونات، على حسب العطرية غادي نحتاجوا تشرميلات السمك، غادي نحتاجوا البودرة ديال البصل والبودرة ديال الثوم، وغادي نحتاجوا السحتر. وعندي هنايا السوريمي والكالامار، عندي هنا الفلفل، وعندي هنا الزيتون. دابا يلاه معايا باش نشوفوا طريقة التحضير. كيف كتشوفوا هنايا في المقيله غادي نعمل شويه الزيت، زيت المائده اي نوع. صافي دابا غادي نشعل عليها المقله، شعلت عليها. دابا كيف كتشوفوا هاد الفلفل اللي هنايا عندي، غادي نعمل اول حاجه شويه البودره ديال البصل. صافي غادي نزيد البودره ديال الثوم غير شويه باش تجي من السما، وغادي نزيد شويه التشرميله ديال الحوت. صافي وغادي نعمل واحد شويه ديال الملح، ما غنكثرش لان العناصر المتبقيه يجي فيها الملح ديالها فقط. دابا من بعد ما سخنات الزيت غادي نضيف لها هاد المكونات وغادي نحركهم باش ندمجوا مع بعضهم مزيان. الغرض هو ان باش هاد الفلفله هاديه تصهر وتدبل وتطيح معنا شويه وما تبقاش واقفه بزاف، لان كاين اللي ما كتعجبوش ديك الفلفله تبقى قاصحه بزاف في البيتزا. كيف كتشوفوا الفلفله ها هي نزلات. دابا غادي نضيف عليها غير واحد الدقيقه يتجمع مع الفلفله ويتنسم بديك التوابل، وغادي نطفي عليها، ما نخليهش بزاف لانه هو اصلا ما كيستغرقش الوقت كثير وباقي غتدخل للفرن. صافي كيف كتشوفوا غير شبرات في راسها غير واحد شويه. صافي دابا غادي نطفي عليه البوطه وغادي نمشي نشوف الورقه. صافي كتبان خمرات، صافي مطلوقه. هذه الطريقه هذه ما غاديش نعاودها معكم لان سبق لي وحضرتها معكم باش ما نطولش معكم في الفيديو. دابا غادي ندوز ان شاء الله يا ربي نطلق هذه الورقه ونشكلها كيف بغيت ونعاود نرجع معكم. فرشت ورق الفرن فوق سطح العمل، طلقت الورقه ديالي مزيان، السمك ديالها مرقيقه مغليطه. دابا غادي نشكها بالطينيدور مزيان وغادي ندخلها للفران. هانتوما كيف كتشوفوا تقبتها مزيان. دابا غندخلها للفران من بعد ما طابت نص طياب الورقه ديالنا. دابا عندي هنايا الصوص سوليس الخاصه بالبيتزا، غادي نعمل واحد الكميه معقوله وغادي نبدا نوزعها بهذه المعلقه. صافي كيف لاحظتوا انا وزعت السوليس مزيان. هنايا عندي المكونات اللي غادي نحتاجها. اول حاجه غادي نعمل واحد شويه ديال الجبن، هو الاول غير شويه. صافي كيف لاحظتوا. دابا غادي نعمل الفلفل. صافي دابا هنايا كيف كتشوفوا ستفت الفلفل بهذه الطريقه هذه. بغيتو تزيدوا اكثر من هيدا نتوما كتعرفوا. دابا غادي نبدا نستف الكالامار بطريقه عشوائيه، ماشي بالضروري يكون بشي طريقه معينه. صافي هنايا من بعد ما ساليت الكالامار استفت السوريمي على هذا الشكل هذا حتى هو، غير كنزل وصافي، ماشي ضروري بشي طريقه معينه. هنا عملت الاجبان، انا عملت جوج الانواع د الاجبان. ودابا غادي نبدا نستف الزيتون على هذا الشكل هذا. يمكن لكم تستغناو عليه اللي ما كيعجبوش، واللي كيعجبو يعدلو
كيزيد زواق، وفي نفس الوقت اللي كيعجبو المذاق ديالو كيزيد واحد الاضافه مزيونه. صافي هنايا دابا كنرش السحتر كلمسه اخيره، وغادي ندخلها الفران تذوب، وغادي نعاودو نتلاقاو. هذه هي من بعد ما خرجتها من الفران، باش نوريكم كيفاش. انا غير بدا يذوب زولتها، ما صبرتش عليها. المهم هذا كيكون هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا من بعد ما خرجت من الفران. كتجي بنينه وفيها المذاق غزال. هنايا نزلتها في طبق التقديم، كيعجبوني فحال هاد اللعيبات د الخشب كيجيو مزيونين. صافي ودابا جبت هاد اللعيبه وغادي نبدا نقطع البيتزا معاكم. وهنايا من بعد ما قطعتها كيف كتشوفوا كتجي على هاد الشكل هذا، كتجي بنينه بزاف، خصوصا الاجبان الا كانوا مزيونين وفيهم مذاق مزيون كيزيدوا كيعطيو اضافه للبيتزا. وهذا كان هو الشكل النهائي للبيتزا ديالنا. كتجي غزاله فنه في المستوى صراحه ربي. وحتى العجينه مزيونه، انا سبق لي وحضرتها معكم. بالنسبه للورقه او العجينه ديال البيتزا الا بغيتو تحضروها بحالي، انا غادي نخلي لكم صندوق الوصف لان سبق لي وطيحتها في القناه. وصافي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا اليوم. كنتمنى دائما نكون عند حسن ظنكم في اطباقي ويعجبوا لكم وينالوا استحسانكم. وبالنسبه للبيتزا ها نتوما كيف كتلاحظوا عاد هنايا بردات، ولكن ومع ذلك باقي الجبن كيتجبد مع البيتزا. المهم هذا كان كل شيء بالنسبه للوصفه ديال اليوم. اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناه، وانشروا هذا الفيديو ايضا مع اصدقائكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله، في امان الله وحفظه.